علي محمد علي ده يا جدعان اللي هو المعلق على مباراة الزمالك النهارده، اقسم بالله اسوأ معلق في تاريخ الكرة العالمية والمصرية. ليه بقى؟ طول الماتش، طول 90 دقيقة هو ملوش علاقة باللي بيحصل في الماتش، ملوش علاقة لا بالزمالك ولا ستيلان بوش، هو له علاقة بزيزو. ال 90 دقيقة عمال يجيب سيرة زيزو بطريقة غير مباشرة، والله العظيم عمال يقول لك ايه بقى؟ المهاترات وكل البيانات اللي كانت بتطلع قبل المباراة اللي مأثرة على اللعيبة فنيا ما بيبقاش غير الجمهور والانتماء لا يشترى. ويرجع تاني يقول لك ايه؟ كان نادي الزمالك قفل لما حسن شحاتة اعتزل، لما عبد الحليم علي اعتزل، لما مش عارف مين اعتزل، لما مش عارف مين اعتزل. هو انت اصلا جاي تعلق على الماتش ولا جاي تحل مشاكل او قصه زيزو؟ انت معلق على مباراه، علق على اللي بيحصل. فانت مالك انت؟ زيزو مضى للاهلي ولا زيزو هيسيب الزمالك؟ 90 دقيقه يا جدعان اقسم بالله ما بيعمل اي حاجه، لا بيتكلم فني ولا بيتكلم في الماتش، ولا له علاقه في الماتش اصلا. هو اهم حاجه ان الزمالك متاثر فنيا عشان زيزو، ولكن بطريقه غير مباشره. انت فاهمني؟ عمال يقول لك كتر المهاترات والبيانات وكل الحاجات اللي كانت بتحصل، ومين ماشي ومين قاعد ومين هيجيب الزيت ومين هيجيب السكر، وعمال يقول لك الاساطير اعتزلوا كان نادي الزمالك قفل. هو قصته كلها زيزو. هو زملكاوي طالع محروق من وكلاه عشان زيزو ساب الزمالك ومضى للاهلي.